تشكرنا وما وراء البحر تشكرونا. فملي بدينا تنشوفوا الفنانه اللي مشهورين ولاو تيقلبوا على الحان مغاربيه ومغربيه على وجه الخصوص وكيهتموا بها قد الاهتمام باغانيهم، هذه بدينا تنقول والله لا حقا ما حقا اغنيتنا راها مادام الناس الاخرين يشكروها اولا اصواتنا ملي تيمشيو تما تيبداو او اصواتهم اللي كيغنيو عاد كنتيقوا في الراس. فوالا واش يمكن حيت هذه الموجه هي جديده. هذا دليل على ان على اننا هذا الوقت خصنا نبني عبر اجيال غنينا الاغنيه الخليجيه والعربيه والمصريه هنا ما نغنيو. فوالا هذا دليل ان الموسيقى راه ساتوري، يعني ساتورات. الاغنيه المصريه صعيب دابا تنجح اغنيه مصريه، مستحيل حاليا، لان صافي نفس الكلام نفس الالحان نفس فبارزه الوقت الحالي بارز الاغنيه الخليجيه بارزه بواحد الشكل غريب. يعني دليل انا 20 اغنيه ديال السكسي هذا العام دازوا خليجيين ما بلا نذكر الاسماء، ولكن الاغنيه المغاربيه بدات كتحب لان الخليج ولاو كيغنيوها وهما اللي بريزونطاوها ماشي المغاربه. يعني الجاسميله غنى انا ما نويت فراقو هذه راه 20 عام وانا ما نويت فراقو كاينه، يعني عمرها ما تغنات. منين تغنات بصوت الجاسمي نجحت درت صدى عربي وجاو كلشي غنى الاغاني، ولكن للاسف هما غناو الاغاني المغاربيه. علاش ما تكونش اغنيه، علاش ما تكونش قناه مغربيه عندنا فدا على العالم العربي كتبريزونتي السؤال فوالا كتبريزونتي هذا الشيء اللي تغنى. يعني اي حاجه كتلاح في البير. يعني مريم فارس اغنيتها ما تبقاش يدير لها برومو لان عندها جديد. عندها في نوافذ كبيره فين تسمع اغنيه ديالها كتحل هذه القناه كتلقاها، كتحل القناه الاخرى تقدر تلقاها. الا ما لقيتيهاش دابا غادي تزيدها واحد قسم المكانه غادي تجي الى اخره. علاش حنا تيكون اجتهادات قويه وكبيره ديال الفنانين تيبان لك كيتقاتلوا ولا كنا كيتقاتلوا راه ماشي غير بالمجهود المعنوي المادي طبعا. وفي اخر المطاف ما كاينش قنوات حتى البرامج الغنائيه ضعفت ونزلات وندثرات وبدات تنقص وتضالت. نقول لك واحد الحاجه علاش لان الله يحسن العوان انت ديال المشاهد المغربي. انا فنان وكنقولها وكنتحمل المسؤوليه، كنشوفوا 20 فنان اللي كتداول على الميكرو في التلفازه، 20 او 30 فنان هما نفسهم، وزعما ما كاينش حظوظ زعما لي جون، ما كاينش حظوظ زعما ديال تبريزونتي واحد جديد عمره ما شافو شي واحد ويبهرنا. ولا الجمهور باغي لي جون اكزاكتومون. فملي كنشوفوا لا تيلي برنامج فني فيه 30 فنان زعما عارف شنو غيجي غدا، عارف. اذا مشات الاودينس ديال ديك البرامج. لا احيانا كتشوف بانه حتى في تقلص وفي اندثار للبرامج الغنائيه. ملي كيظهر شي برنامج اخر غنائي ملي كتعرف غير شكون صاحبه كتعرف بانه غادي نعاود نشوف نفس الوجوه ديال صاحبي وصاحب صاحبتي، يعني بحال عارض عليهم في الدار. وبالتالي كتقول علاش ما يكونوش، علاش ما تكونش واحد دم جديده في كل شيء، ولا كانت دم جديده في اشتغال جديد. واحد ملي كتعطي جديد انه جديد دم جديده كتعطي نسبيا النجاح المبدئي. عاد نشوفوا المضمون ونشوفوا الداخل. حنا نطالب بشده، لا حنا كجمهور كمتلقي باش يكونوا قنوات غنائيه، قنوات ديال الموسيقى اللي تعطي بحال الفرص اللي تعطات للسينما. وماشي غتعطيكم انتم فرصه بوحدكم الفنانه اللي تبينوا شنو عندكم، تعطينا حنا كجمهور مغربي عندنا هويه مغربيه وبغينا نسمعوا المغربي وبغيت نجلس بلاصه ما نبقى ندير نشوفوا جمهور عربي يصفق للمغاربه في ديك القناه. نشوفوا جمهور عربي نشوفوا فنان مغربي عنده واحد السهره معروضه على قناه الموسيقى المغربيه كيصفقوا عليه اوروبيين. هذا ما يزيدناش افتخار. بلا ما نذكروا الاسماء ديال القنوات، قناه مغاربيه اللي واخا كدير برامجها ديال هذا اللي كتكون
في واحد الوقت اللي ماشي دير هو مثلا الوحده ديال الليل او الجوج او الثلاثه، كتلقى كليبات ديال الفنانه ديالها كلهم كيبقاو يدوروا، ديال الفنانين ديال جنسيتها، يعني كيبقاو يدوروا كيبقى هذا عارف كاع سميتو حنا اللي ضرباتو التلافه ومابغاش ينعس، نبقاو نشوفوكم وكنعرف ان مجموعه من خلال تواصلي هكا مع الفنانه ديالنا، كتلقى رغم كل هذا الحب ديال الفن كيتقاتل، كيعمل كليب، كيخلص عليه، ويمكن غيدوز مره او لا جوج. هذه وي في الحقيقه ندعو وما نعرف راه حتى مربح، راه مربحه القناه، راه مربحه. الناس اللي بغاو يصايبوها راه ما غاديش يديروا فاي. ماشي بالعكس، الا غادي دير قناه ديالك، قناه اللي ستار اللي غيتعرضوا بواحد الشكل يعني متكرر، راه كاين دي كونطرا ديال ان ندير لك دير لا برومو للفنان بشروط، ماشي غيخلص داك الفنان، ولكن تقدر تمضي معاه تنتج له، لانك عندك قناه موسيقيه، انت صاحب القناه، انت عندك فين تعرض البرودوي ديالك، يعني انتج لك الفنان وربح معاه في اللايف، يعني في المبيعات نقولوا ما بقاوش كاينين رينغ تونز، كاينين راه كلها فلوس، راه قناه موسيقيه كلها فلوس. تيقولوا الناس بانه حتى مع الامور محدود تينتج راسو كينتجوا ليه الناس، كلشي كاين ولا ما كاينش؟ اول مره في تاريخي الفني يعني غتنتج البوم مشترك مع ليلى البراق، اللي هو من انتاج القناه الثانيه، يعني 4 الاغاني و4 الاغاني ديال ليلى البراق. هذا هو اول انتاج ديال شي يعني قناه او ميزون برودكسيون في حياتي، هما هاد 4 الاغاني. الشيء الاخر من نهار بديت لدابا من ماني الخاص، دائما تا درهم ما جايه من برا، ديما من مجهودي الخاص. شحال كطلع الاغنيه؟ واش غنقول لك، الناس كيتحبهم غير دندن وطلع. ما نقولكش شحال كطلع الاغنيه، يعني تقريبا ما بين يعني بوحده بلا تصوير بلا والو، يعني بلا تصوير، يعني توزيع ميكساج ماسترينغ. هذه حنا راه رخاص بالنسبه للعالم العربي، العالم العربي 15 مليون، ارخص اغنيه كامله فيها قاعد المعايير 12 مليون، 12,000 دولار او 13,000 دولار. في المغرب ارخص اغنيه ب 4000 دولار، يعني 4000 اورو، تقريبا 4 ديال المليون. هذه اغنيه تخلص الملحن والكلمات والتوزيع والميكساج والماسترينغ، هذه المعايير ديال باش تسمع لا شونسون في لا راديو بواحد الباور، واحد القوه، بحال شبه بحال العالم العربي. فهمتي؟ دابا كل اغنيه ارخص اغنيه 4 مليون. عندك برطمه هنايا في وي داك الالبوم السيدي في برطمه اكزاكتو، هذاك السيدي في تقريبا برطمه، تقريبا برطمه ولا شي سياره فاخره من داك الشرفه. واذا الا كانت فاخره ما درتش طبعا. اسمحي لي قاطعتك، ديك البرطمه جات بياجوره يعني ماشي انتجتو في دقه واحده، فكنجتهد وكنجمع حصه ديال واحد الاغنيه وكنمشي نسجلها وكنبريزونتيها كسينجل حتى تجمعوا واحد ذكرى تاريخي الفني في البوم، يعني بصح للاسف. ناخذوا بديعه من الدار البيضاء، عاد نتكلموا على واش من بعد هاد المصاريف واش كيرجعوا لك شي حاجه. الحمد لله هذاك الشيء اللي مخلينا نزيدوا نخدموا وننتجوا هو النافذه اللي هي شويه كتدخل من الناس الشمس، هي اللي خدمنا المستقبل. الحمد لله كنشتغل في دي فيستيفال كبار في اوروبا، في المغرب، يعني كاين الحمد لله الخير. غير هو كنتعطل، علاش؟ ماشي انا كاع الفنانين المغاربه كيتعطلوا، لان هو البروديكتور هو اللي خصو يفكر فاش من تصويره خصو يدير، هو اللي خصو يفكر. كنفكروا الفنان كيخدم بلاصه 70 واحد باش، ولكن ما يمكنش يدير هادشي كامل وحنا غاديين بهذه الطريقه، والحمد لله. عاد نزيدوا عليها الشهره واكراهاتها، واش كتزيد عليك من امور اخرى خاصك تصرف عليها ايضا. نسمعوا بديعه. انا كنعتذر منك، غادي تكوني معنا بعد الموجز الاخباري، نعود بعد قليل. ليالي أتلانتيك
سمر يومي مع روائع الأغنية المغربية. ليالي أتلانتيك يوميا من 11 ليلا إلى 6 صباحا. Ça y est, j'ai trouvé mon resto préféré. Une cuisine d'ici et d'ailleurs, dans une véritable ambiance de bistrot. Le bistrot marocain, la nouvelle adresse gourmande à Casablanca. Saveur d'ici et d'ailleurs de 7h à 23h. Le bistrot marocain, 119 avenue des Phares. Pour réserver, appelez le 05 22 31 22 96. Bonjour, c'est Youssef Zrari. Disque d'or, la musique en or. Vous avez envie d'écouter une nouveauté ou de redécouvrir un classique? C'est facile, faites votre playlist et postez vos suggestions sur la page Facebook Disque d'or Atlantique Radio et écoutez votre sélection dans l'émission. Disque d'or, c'est du lundi au vendredi de 20h30 à 23h. Toute l'actualité avec Katia Bouhanalif. أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حزب النهضة التونسي يعلن ترشيح وزير الداخلية السابق علي العريض لرئاسة الحكومة في تونس، وذلك بعد رفض رئيس الوزراء التونسي المستقيل حمد بنتي توفات الله يرحمها. أكبر. ولكن كانت ذكية بزاف وكانت تعجبها بزاف حاتم عمور. والله الله يجعلها من أهل الجنة إن شاء الله ويا آمين. الله يخلي لك الوليدات. آمين آمين آمين. شكرا لك المهم كيعجبني حاتم عمور ومتبعني كان في استوديو دوزان لحد الآن. كيعجبني بزاف. الله يحفظك والله تحياتي ليكم وصباحكم مبروك. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. شكرا لك. شكرا لك. تسمعوا ناداني حضنك يا أمي إلى عندكم. ناداني حضنك يا أمي. هنا كاينة ونشوف. لا ما كايناش في السيدي. ما كايناش في السيدي. يمكن تكون عندنا في لاباز. كاينة في لاباز. كاينة واحد النهار. عندنا في راسي ندندن بها. يلا نغني عليها. في ودار قلبي كتير والمشوار بقى مشاوير يا مقلوب بيخوض ضميرهم كنت فاكرهم حب جديد وناداني حضنك يا أمي ناداني رجعني تاني كل اللي راح من زمان ولقيتك انت مسامحاني جوا عيونك شايلاني وعرفت اني مفيش غير الدنيا مخلوق علشاني. الله حقيقة بون قداش يمكن تكون الأحزان تعطي الحافز أنك تعطي في الحياة. تستينا شوية الأحزان وضروري ما كنبغيش نذكرهم ولكن الأحزان هما. ما تذكر لناش الأحزان. قلنا فوقاش كانت 1 2 3 أحزان عطاو حافز وربحي منهم ماشي هبطوك. صراحة شحال واحد كيقول لي مشات للقاهرة ومشيت الحزن اللي يعني عايشو ما باغيش نحتلو. ما عندناش مشكل. عطينا غير إيجابيات ردة فعلك ذكاء. هو صوتي فيه مجروح. صوتي فيه الشجن فيه واحد البكاء يعني فرحان. واحد البكاء فرحان اللي هو مو شوية صعيب هو اللي كيخلي
المستمع يرتاح لصوتك. في واحد انت واخا فرحان مع الناس، كاينه واحد الجرحه واحد البكيه في صوتك باقي ما هي ممكن هي السر ديال قبول الاذان يعني الودنين ديال المستمع كيدخل لهم صوتي بواحد الطريقه سريه ما عرفتش شنو هي، وهذاك هو الشاغن. فوالا هي الاغنيه كنهديوها ما بغيتش نقولها الروح البنيته ديال بديعه ياك، الله يرحمها والله يجعلها من اهل الجنه ان شاء الله. وهذا هو البرنامج، وهذا هو التواصل مع الناس، كنتشاركوا معهم كل شيء. طبعا. نسمعوا الاغنيه ونعود بعد قليل. لف ودار قلبي كتير والمشوار بقى مشاوير، يا مقلوب بيخونوا ضميرهم كنت فاكرهم حب كتير، واما لقيت كل الناس ما بقاش جواهم اخلاص، بقى في عينيا العمر بحاله ايام بتعدي ولقيتك انت مسامحاني وعيونك شايلاني، وعرفت اني مفيش غيرك في الدنيا مخلوق علشاني، وناداني حضنك يا امي ناداني رجعلي تاني كل طريق انا بمشي شايف صورتك بتحلي، سامع صوتك وانت بتدعي، بشوف اللي انت بتدعي، مهما يكون قلبي بعيد فاكراني من غير مواعيد، اكتر مني بتبكي الجرح وفرحة يلا نعود بعد الفصل أو كل صباح مع شروق غريب على الرقم 05 22 95 36 70. نعود لمستمعينا، معي حاتم عمور ومعي هشام من دار بيضاء. صباح الخير. الو. السلام عليكم. صباح الخير لاله. صباح الخير. صباح الخير سيدي هشام.
هذا من المعجبين ديالك من الوقت اللي كنت في الاستوديو ديالك. الله يحفظك، الله يبارك فيك سي هشام، الله يبارك. ودابا غادي في الطريق والوالده ديالي كتسيوش على غادي في اتلانتيك في الدار مسكينه، ودافطت بيا قالت لي خصك تنوض الحاج معمو لان لو بلون كومان ما بيناتنا وانا اللي كنتشابه انا وياك. الله يخليها لك، الله يحفظها. بارك الله فيك سيدي، وكنشجعوك وكيعجبني الصوت ديالك بزاف بزاف. شكرا. وكنقدروا المجهودات اللي كدير، كنعرفوا بان الانتاج في البلاد وداكشي ما كيساعدش بشكل كبير. كنتمنى لك مسيره موفقه وكنقدروا المجهودات ديالك. الله يحفظك، شكرا هشام، وسلم على الام ديالك. بارك الله فيك سيدي، وكنشكروا الناس اللي كيسهروا على هذه البرامج هذو اللي كيدعموا الشباب وجميع القطاع. لا شروق، لا يخطى علينا. بارك شكرا لك هشام على مشاركتك معنا. يمكن حان الوقت اننا نعرفوا جديد حاتم عمور اغنيه جديده، يمكن ايضا فيها واحد شكل اخر من حاتم عمور. حيت حاتم عمور ماشي شكل واحد، بزاف الاشكال يمكن تحملها من اليوم وغدا وبعدو، وكل ما تفاجئنا كل ما اكيد غادي كل ما تفاجئنا كل ما غادي نستمتعوا اكثر، لانه الواحد زمان المفاجاه المتلقي لا ماشي تا الزمان الانسان بصفه عامه كيمل. شوف غير حياتك العاديه تقول المدام اجي نبدلوا علينا، اجي نخرجوا هنا، اجي نديروا هنا، ولو انتم نفس الاشخاص نفس الروح. وبالتالي راه نفس الروح ديال حاتم عمور، غير غادي يدينا اللي يسافر بينا، والموسيقى هي كيسافر في العالم. اكيد. توفيق من مكناس، نعاودوا نزيدوكم سسبانس. قالوا فينك جديد حاتم عمور، غادي نسمعوا لها بعد قليل. تفضل توفيق. صباح النور. لا صباح النور سيدي. وعلى سي حاتم. صباح الخير سيدي. المطرب المحبوب ديالنا. الله يحفظك ويجزيك. انا عندي غير واحد الاقتراح. انا شفتك في كنزي، السلسله ديال كنزي بدون ايه الحلقه ديال البنت بلادي. اوكي. الحلقه بالنسبه لي انا كنقول الناس المغاربه كلهم عجبتيهم بزاف. هذا زعما الشهاده لله، فهمتي؟ الله يبارك فيك. كنقول علاش ما تمشيش التمثيل، المهم تمشي بحال داك الشكل. حنا سولنا هذا السؤال كان عطانا جواب مقنع، نعاودوا نسولوه ليه. لا حنا كان عند التوكيل عندهم مهند، حنا عندنا سليم. ياك. شكرا لك. والله لا شوف المتطلبات ديال الجمهور، حنايا المشكله ديال الجمهور المغربي هو ولف يتفرج في البارسا والريال. يعني اي حاجه تقل من البارسا والريال ما تعجبوش، ولف يتفرج في الافلام كما قلتي دابا التركيه. يعني انا كنفضل انتاج يعني نحط فيه ليماج ديالي يكون انتاج على الاقل يتشاف. يعني كاين بزاف ديال الحوايج تعرضوا عليا، ما نهضروش على الكوتي المادي الله يحسن العوان ديال الممثلين المغاربه مع تحياتي من هذا المنبر، ولكن على الاقل اذا كانت يعني الاجر ضعيف يكون ذاك العمل اللي غادي نخوض يعني تجربه فيه مره اخرى يكون معروض ليكم في الوقت اللي يمكن نستافد منه معاكم. يعني يكون في البرايم تايم، في واحد الوقت اللي مثل الفطور في رمضان او في مورا الفطور، يعني يتشاف. حرام نضيع 7 شهور ديال التورناج ولا 5 شهور وندوز مع الخمس العشيه اللي حتى واحد ما كاين في الدار في واحد القناه ما كتشافش. حرام. فكنقول نهار يجيني العرض المناسب ما هو كثر، وانما انا ما نبخلش، لان اللي عطاني دخلت واحد دخله لبيوت الناس في المغرب وعرفوني اكثر من خلال السلسله ديال بنت بلادي اللي هي بصمه في حياتي. ونتمنى ان شاء الله شي عام اخر يلا هما كيسمعونا المنتجين من هذا المنبر رمضان الجاي ان شاء الله نقدر. علاش لا، مرحبا، غنكونوا سعداء انه غادي تعاود تفاجئنا، حيت النهار اللي عملتي اول دور لك فاجئتينا كيفاش قدرتي ودريويش داكشي زعما ماشي اي درويش، لانه انت دائما تبحث على السهل الممتنع. كانت مركبه الشخصيه
وعطيتيها نفختي فيها روح. الله يلا عفويه هذاك الروح استعنت بمخرج الحسن، مش الحسن الحظ يعني. كان شوف ملي تيكون المخرج كيخرج فيك اشياء بلا ما نقولوا الجنسيه، المخرج هو فوالا المخرج هو اساس العمل. ايوا اساس العمل خصو غير يلقى البذره يشتغل ويعطينا منتوج، يعطينا ثميره. ناخذوه وصل الوقت فين نستمعوا اغنيه جديده لحاتم عمور قبل ما نسمعوها. مركز لي زونفو يعني الاغنيه دي ما تقنقوش الا ما عجبتش الكبار. لا غتعجب الكبار ان شاء الله، غتعجب الكبار. الو فينك؟ يلا فينك؟ يلا كنتسناوك ملي تسالي الاغنيه. جاوب اتصل بينا على 0522 95 36 70.
جليلة من المحمدية وسعيد راه في الدار البيضاء. خليك معنا نشوفوا جليلة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف دايره الشروق؟ جليلة فينك؟ انا سمعت لك تسمعيني. كتسمعيني ما تسمعيني. لكن شوف علاش كنشوفو قدام شفتك انا حصلتك. انت راك تحفظ صافي. ما سمعتك سمعيني. انت راك تحفظ صافي. الله يبارك فيك. فنادرة. كنت مجمع على حاتم عمور الفنان ديالنا. مشرفين شكرا بزاف. وكنقول له راك تجي بحال واحد خويا صغير بزاف. الله يحفظك ويجزيك شكرا. كنت مع بيتك اللي كيتبان خويا بزاف وبقيت نفكر بزاف. وهذه تاهي النعمة. صح. كنتفكر بزاف في هذاك الحب اليوم اللي كان في بزاف كيتسنى في النتيجة والوالدة ديالو دارهم. بزاف الحب ديالو كنتسنى. حب لا يعوض. كنتسنى وكبر منك بزاف بالك اللي كنتي في برنامج القناة العربية مع سوبر ستار. سوبر ستار. وزعما كتعجبني كل حاجة بزاف متواضع. وكنتمنى عجبتني سيرتو في هذا الجو اللي خلق فيه في الأغنية المغربية خفيفة وداكشي. ولكن أنا بزاف عجبتني في الأغاني العربية بحال أغاني عربية كتعجبني كثر. كنحس بداك كما قلت قبيله في الاغاني العربيه. رايك يحترم. وانا دابا شديت دابا مع احترامي ليك وكل الناس اللي اتصلوا لهم وكاع الناس اللي كيبغيوني حتى نشوف واحد تبارك الله واحد الصال كبير كيهز 30 واحد 20 مليون ولا لا. كل مليون فيهم يقول لي والله ما كرهت نشوفك في هذا الستيل هذا. والله يقول لي ما كرهتش تغني لنا هذا الستيل. لكن الجميل هو انه عجبها الروح الخفيفه. كنتمنى له التوفيق وكنتمنى له الفضل بنيته ومراته وكنتمنى ان شاء الله اللي نتمناه يتحقق. امين. شكرا لك جليلة. يلا باي باي. الله فيك اخويا الصغير. شكرا. ناخذ سعيد. الو. وي فيك؟ انت كذاب يا حبيبي. انت كذاب. انت اللي كذاب. حنا كل حنا كاينين اطلنطي. féliciter la princesse de la radio. Vraiment, je t'adore beaucoup. نقول لك vous êtes professionnel غير هيداك mais vraiment كتدخلي القلوب ديال المغاربه كاملين بلا فاصون دو كومونيكي بعرفه باش كتستقبلي لي زارتيست ديالك. بون انا لا سوربريز اللي غنانونسي دابا خالي حاتم بغيت غنسولو قبيله هضر على قال لك ما يتقلقوش على الناس. هذا سي ان مورسو اللي هو ادريسي بور لي زونفون. ملي كتقول شحال من بيبو كتعرف في المغرب. شحال من بيبو كتعرف في المغرب. صاحبي سعيد الغزال. لا هي الصراحه انا هذا السيد هذا اللي كيتصل دابا من اشهر منشطين في المغرب اللي هو في المحمديه. هو اللي كيهمو فعلا راي الطفل يعني نمبر 1 في الاطفال في المغرب كامل. هو اللي كيعرف بحال قلتي احمد حلمي المغرب. ايوا راه خصنا الشرف سعيد. خاتم بالمناسبه كنشكرك ولا كنشكر الشيء اللي خدام به. كنقول لك برافو باسكو هضرت في مده قصيره قدرتي دير الاسم ديالك في المغرب وبواحد الطريق اللي هي كتدخل لقلوب المغاربه. المغاربه ما كيبغيوش غير هيداك حاتم عمور ولكن كيبغيو هذاك الانسان الشعبي هذاك الانسان المتواضع اللي كيجاوبهم على التليفونات ديالو اللي كيستقبلهم في لاباج فيسبوك ديالو. حاتم اللي فريمون ولد الدار المغربيه. ولا استقبلاتك اتلانتيك ماشي كتستقبل عادي مي راه فريمون استقبلات فنان كبير وراه كتقدرك. بالمناسبه ليا وديت كل المغاربه كنتمناو سنه سعيده لا برانسيس خديجه كنقولوا لها جوز انيفرسير هذا اللي كتحتفل بالميلاد ديالها.
ديالها، وكنتمنى من ربي الصحه والعافيه لكل المغاربه واللي كيتشونطرين شكرا لك سعيد. اسمح لي بزاف غادي مضطرين اننا نقطعوا، ولكن عندنا مع كلام من بعد الموجز الاخباري. ابقى معنا سعيد وكل المستمعين، والكلمه لكريم الدغوني. تفضل يلا. عتيك يعطينا واحد الجو كيقول عتيم. هاتم. يلا هذا بال الموجز الاخباري، نعود بعد قليل. أتلانتيك بأسفي 92.3. شروق غريب على رقم 05 22 95 36 70. نعود يا جماعة برنامج نوضح لك، ونعود للفنان حاتم عمور ومعي سعيد مرة أخرى. مرحبا سعيد. استاذ سعيد. الو. وي بونجور، السلام عليكم. الله يكرمك سعيد. وي معك. كنسمعك. إذن سمعتي الو فينك عجبتك؟ بيان سور. فوقاش غادي تعمل بها انت منشط للاطفال والى اخره؟ واش يمكننا نتكلموا على قلب احيانا وكثير من الفنانين الكبار كيكونوا سعدانين وفرحانين وسعداء بالنتيجه اللي كيحققوها مع الكبار، ولكن ما كنشوف انا الدمعه ديالهم، حتى كنشوف انه طفل صغير كيعطيهم تيجي يجري عندهم ويبوسهم. قداش كتشوف بنظرتك ان الفنان حاتم عمور قدر يوصل لهذه القلوب البيضاء؟ نقول لك بان عالم الطفل في المغرب محتاج بزاف لهذا النوع من محتاج بزاف لهذه الانواع. سعيد اسمح لي قطعتك، باردون نكمل الجمله ديالك غير مورا واحد الجمله غنقول. انا قبيله فاش قلت كنعتذر على الاغنيه، كنعتذر انني قلت الاغنيه ديال الاطفال اللي هي فيها واحد الروح مالحه ديال لا دونس وداك الشيء، ولكن للاسف لان ما خصنيش نقول الاطفال الاغنيه، لان ما يمكنش نقول انت كذاب نربيها في طفل فصعيبه. انا كنسحب هذه الكلمه ديال الاطفال، ولكن هي كتحرك الوليدات الصغار. نقدر نعاود نكتب عليها من بعد الا عندي سواغي افيك الاطفال، هذا اللحن نقدر نكتب عليه ديمو للاطفال. يعني يمكن الاغنيه بغيت نقصد قبيله بالمراهقه، بغيت نقصد هذا الموضوع ديال المراهقين. اي بصح بالضبط المراهقين هذا هو الموضوع ديالهم. شي كيكذب على شي انا ورا حنا مراهقين، حنا فينا هادشي اكزاكتو. كلهم مراهقته. ولا كنتمنى شي اغنيه ديال الطفل 100%، ولكن راه ما لقاش احسن منك استاذ سعيد. ايوا ها هي المبادره. سعيد الله يطول عمرك. حاتم نقول لك لان كيف ما قلت لك الطفل محتاج لهذا النوع من الاغاني، سيرتو بان مثلا نقدر نقول لك 60% ولا من 50% من الاعمال اللي كينجحوا كينجحوهم اطفال، لان الاطفال اللي كيسمعوهم بزاف في ليزيفينمون ديالهم، في ليزانيفيرسير كيفرضوهم على والديهم. انا نقول لك انا اقسم بالله لي شونسون بنت بلادي نقدر نقول لك عملت سوكسي في لي زيكول بريفي ولي زيكول بوبليك. جو كخوا كثر ما دارت في لي ديسكوتيك وفي لي كابار. صافي دير لي مورسو اللي كيكونوا ادريسي وكيكونوا لو ريتم ديالهم مطلوق وكيكونوا بيان اميزي. حتى حنا اون طونك دي ارتيست دي زانفون ولا اون طونك دي انيماتور راه كنخدموا بهاد لي شونسون، كنحسوا بانهم كيوصلوا للقلوب كل الاطفال. عشت الصراحه عشت هاد الاطفال. مشيت فين ما مشيت في البقعات ديال المغرب، اطفال صغار كيغنيو، والبنت عندي امل كبير ومعك ناوي الخير. بنت عرفتي تشوكيت بهاد الاغنيه اللي وصلت فعلا بزاف للشريحه ديال الاطفال. اكبر دليل على ان الاطفال راهم سيفل مزيان بارابور لي زارتيست. نقدر نهضروا على لي زارتيست اللي هما الكبار، يعني بحال في المشارقه كتشوف كيخرج دي البوم دي سينجل،
ولكن ما كينساش الجانب ديال الاطفال، ضروري كيعمل بصمه مع الاطفال الصغار، باسكو كيعرف بان الطفل حتى هو واحد العالم اللي هو كبير، وبينه وبينك اللي باقي ما عطيناش حقه في بلادنا نعزيزو. انا كان اسمح لي قطعتك، كان حصل لي الشرف واحد النهار وغنيت مع الشاب خالد واحد السهره، وجلسنا قبل تعشينا وكنا كنهضروا، قال لي واحد السر اللي هو خطير، يعني السر انه ملي كيسالي الاغنيه اول شخص كيسمعها كيطلقها لوليداته كانوا صغار. وهذا حرقتي لي السؤال. حرق لي السؤال. سعيد شكرا لك، وانا غادي نجيب لك السؤال. شكرا لك سعيد، شكرا لك. شكرا لك سعيد. انا كنت غادي نسولك على واش انت كتعطي المنتوجك الاول، شكون هو المستمع الاول ليك من غير زوجتك بطبيعه الحال؟ شنو عمر بنتك غيتا فاجاتك شي مره مزيان ولا خايب؟ تكلمنا على بنتي غيتا اول ما بدات كتنطق شحال عندها تبارك الله؟ عندي دابا بقات ليها 2 موا ان شاء الله وتكمل 3 زون. تبارك الله 3 زون. 2 موا صافي من سن شهر نقول شحال حنا شهر 3 نقول شهر 5 تكمل 3 زون. طغو بيلي وقيلا بيلي ما عندكش مع هادشي. حنا العيالات عندنا معاه. انا الا ضيعت شي الشهر ديال المدام ديالي نقول لها انت واقيلا طوغ، نقول لها كيفاش واقيلا كيفاش واقيلا. تحيه لهند. تحيه لهند بالبار. وهي اكيد حتى هي من المستمعات كتغربل لك. كتغربل. هذه زوينه هذه. لا كنشوفها في العشيه كنسمع شي لحن جديد سمعوا لي، كنلقاها في العشيه كدندنو. قالت لي ما بغاش تنسى لي هذا اللحن، خذ وشريه، خذ من عندك. برافو عليها، حتى هي عندها الاذن. الله يهدي. ما خدت فنان فيها حس الفن. وين يخليك ليلي. وجيد، هذا رائع. والبنيته غيتا ما بغاتش كل صباح كتقول، يعني اول ما بدات كتعرف تهضر كنشوفها كتقول بنت بلادي عندي. هذه هي الجمله الاولى اللي تغنات من نهار. ولكن دابا هاد الايامات قبل نتلاقاو في الصباح ملي كتفيق ولا شي حاجه كتقول لي اعطيني التليفون ديالك وشعل لي الو فينك. كل نهار الو فينك كتبقى تفتح الو فينك. عجباتها. داكشي يمكن اللي خلاك قلتي راه الاطفال غادي تكون عيني ليها. يمكن. انا غادي انا نديرها للولادين نشوف هذا الو فينك. لا غادي تضرب. حيت دابا راك عارفه دابا الوليدات الصغار ولاو كيطيروا في الايفون، كيطيروا خصهم غير التليفون في يديهم ولا يبداو يبكيو. كيطيروا في التكنولوجيا بشكل عام. نشوفوا سناء من الدار البيضاء. الو سناء. الو صباح الخير عليكم. صباح النور. صباحكم مبروك ونتمنوا ندوزوا يوم جميل ان شاء الله. يا رب. بارك فيك. كي دايره الشروق؟ الحمد لله اكثر من هذا الشيء. انا فرحانه اليوم الصراحه، حيت يعني رغم هذا الكم الهائل ديال المعجبين اللي كيتصلوا قدرت نلقى ضيفتي شي شويه في المكالمات ديالكم. كنشكرك على الاستضافه اليوم ديال الفنان ديالنا كبير حاتم عمور. حنا كنشكروا النقبه اللي يكون معنا اليوم وسعيدين به، يستحقنا ونستحقه. الله يحفظك. وتبارك الله عليك. انا صراحه يعني بلا ما نقول بانني من المعجبين ديالك، مادام انني اتصلت نقبل وتنتسنى وهذا الا هو انني فعلا فرحانه اليوم بزاف انني غادي نتكلم معاك. وصراحه يعني انا كنت معاك من قبل الاستوديو دوزا، من كاستينغ ستار، ومن بعد يعني من الفنانين اللي يعني فنان سابق وعندك احساس كبير وثقافه كبيره، والحمد لله حنا ما بغيناكش غير تدخل علينا بكثره بالابداعات ديالك وبالاحساس ديالك. ما تخافيش. ان شاء الله. انا عندي طلب صغير ما كرهتش واش ممكن. انا كنت هذا الطريق لمراكش وقفت باش نتصل ونتكلم معكم. ما كرهتش واش تقدر تغني لي شي اغنيه اكابيلا اهداء هكا لجميع العائله. معاك العائله؟ نعم. لا هما تيستمعوا ما فيش استماع، ولكن ما معاياش. شنو بغيتي شنو كيحبوا العائله نسمعوا؟ ما كرهتش شي اغنيه مغربيه صراحه من الاختيار ديالك. اهداء للفنانه الغزاله ديالنا لاله نعيمه سامح. غنوا غاب عليا الهلال يمكن. الله تبارك الله عليك، وشكرا لكم ونتمنى لكم المزيد من التوفيق ان شاء الله والكثير من العطاء ان شاء الله. شكرا لكم، صباحكم مبروك. الله يبارك فيك علينا وعليك ان شاء الله. غاب عليا الهلال وطال صبري والنوم جافي ترارا. غاب عليا الهلال وطال صبري والنوم جافي. خبروني وقتاش يطلع
أهلالي ونشوف. الله شكرا لك. ناخذ شيماء من فاس. هلو شيماء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير وصباح النور وصباح الكلام الجميل واللحن اللطيف. انا بصراحه كنموت على حاتم عمور، كيعجبني الاغاني ديالو بزاف ومتبعه اي حاجه ديالو خطوه بخطوه. ملي كنستديو الزام انا كنحماق عليه، كيعجبني صوته بزاف. شكرا بزاف وانا كنعيش عليك. ربي يخليك. انا كنفرح بزاف شي مرات كنكون كونيكتي شويه كنخلي ليه واحد المساج كيعجبني حال ما كيرد عليا، كنقول ليه شكرا بزاف على التواضع ديالك وكنهنيك على الالبوم الجديد. الله يبارك فيك. والاغنيه دارت واحد الصداع بزاف بالنسبه لي، انا كنحمقت عليها. الو فينك. الو فينك. يلا باش نعرفك حماقتي عليها يلا سمعيها لي. بس المهم انا واخا حافظها شويه، ولكن انا صراحه بغيت نغني. انا عندي صوت وكنحمق نكون شي نهار انا نشارك في شي برنامج، ولكن مي بارون ما خلاونيش، وبغيت نغني ليه ناداني حضنك يا امي. يلا بغيتو انتم غادي تديروا حضن بعضي وانا غنريب. انا يا عرفتي شنو راه كتاثر بزاف ملي نسمعها، ولكن غنيها. يلا نسمعوها. يلا مرحبا. يبغى تبدع دابا. يلا بدعي. لف ودار قلبي كتير والمشوار بقى شوي، يا مقلوب بخوضة منهم كنت فاكرهم حب كبير، ويناداني حضنك يا أمي، ناداني رجعني تاني كل اللي راح من زماني، ولقيتك انت مسامحاني جوا عيونك شايلاني، وعرفت اني مفيش غيرك في دنيا دي مخلوق علشاني. برافو شيماء. شفتي الاغنيه ديالك؟ هاد الاغنيه إلا ما كنتيش مغربي جاتني بحال وي ستيل الناجح ديال تامر والى اخره. فوالا هذا اول اغنيه انتجت ليا في مصر 2008 من محسن جابر علم الفن. وانا بقول وانت بتقولي والله العظيم. هذه الاغنيه اللي الوحيده اللي انتجت ودازت فيديو كليب في قنوات عربيه ولقات نجاح كبير، وهي اللي عرفتني بتامر حسني. تامر حسني تلاقيت به في يعني يا ربي طالع للشركه ديال الانتاج وتلاقاو بيا كما كيقولوا الشاويش ديال الشاويش وداك الشيء. فوالا وقالوا لي عرفتي شكون اللي جا البارح كيسول عليك؟ قلت لهم مين؟ قالوا لي ده تامر حسني. والله العظيم والله قال لي رجعنا قبل يسمع اغنيه ناداني حضنك يا امي، وقال لهم شكون هذا؟ وانا شفت سر النجاح ثقب بيا سر النجاح، وتلاقيت به مرارا في السهرات. كيعرف اي فنان واخا يكون مغني اغنيه وحده كيعرفوا، وهذا ذكاء كيعرفوا، كيبحث شكون هذا اللي غادي يجي، شكون هذا الصوت، شكون هذا اللي دخل لمصر، شكون هذا. بصح متابع سر النجاح ماشي من الفراغ تاع ماشي من الفراغ. شنو نسمعوا؟ كأننا شابة عندنا في بالي، شنو تبغي تسمعنا؟ نسمعوا شنو كاين اخر؟ كاين انت تفضل وعطيني، حيت بعض المرات ملي تكون بالفرنسيه ما تنخاف نطقها غلط. نسمعوا نعطي ماليه الاغنيه. نعطي ماليه دابا. انا بغيت كنقول هذه ما عرفتش نطقها. هذه كنوجه تحيه لحميد الدوسي اللي ابدع في هذا الكلام. انا وجهوا لي حميد الدوسي، وجهوا له كل تحيه. حيت فيما تتعجبني شي اغنيه اكثر الاغنيه كنلقاها ديال حميد الدوسي. قلت اكثر من مره هنا. وي حميد الدوسي. الاغنيه هذه اللي بغى يركز عليها في الكلام باش نتايا نوضحوها للمستمع. هذه الاغنيه هذه كنقول انا ما نسمح للي يكون باغي يسلب مني عيون عينيا. الله الله الله. يعني ما نسمح لحتى شي واحد بغى يقيس ضرر
العيون عينيه، ولكن راكم عارفين شنو هي عيون عينيه. احنا عارفين. نسمح شي واحد. يلا عيون عين كاملين. من توقيع حاتم عمور فنان الجيل. حبك مراية نشوف فيها سنين عمري واللي راح من اللي ما كنتش معايا، غرامك حكاية فيها الايام تجري تحكي للسامعين على شواطئ ومنايا. جمالك آية من أول شوفك سحري، ننسى الحزان وننسى الهم اللي مورايا، حتى للنهاية على الدم اللي باروك يجري. انت عمري وانتي هي النهاية. الله يا غزال قلبي ليك مال، وعدي هاني ما يدوك مني محال. نعطينا راحتي وهنايا ساعة بلقاك يا غزالي، والتبسيمة على وجهك باهية. ما دام معايا بغيت الوقت ما يسالي، يا ريت يطول ونغنمو سوايا عزايا. من اللي يديها تكون في يديك يا غزالي، يرتاح البال وتولي نفسي هادية. عندي أمنية تحسي بغرامي بحالي، نعطيك حناني وعليا تكوني راضية. لله يا غزال قلبي ليك مال، وعدياني ما يدوك مني محال. نعطينا ليك انتي عمري، ليك انتي ويا يا حياتي ويا اجمل غاية. حبك يالي فيه الدول داية، وكل شي هون من اللي تكوني حدايا. شفتي فوالا العيون عينية. ذكاء كالعادة جيد في ذكاء خفي وفهمتي تشاغبنا كتخلينا نعملوا مجهود ونقولوا كاين واحد لاغيير، كاين واحد الموسيقى تعطينا انت كتلمح وحنا كنفهموا. اكزاكتومون هذه الميساج غزل انديريكتومون. غازل، احنا في المغرب بغا نقول الحقيقه، وغازل
الصحراء ديالنا وغازلها جمال واحد العصريه وكاينه لاتوش كاينه اللمسه طبعا. واحد الوقت في صوتك بالحساني ما قلتي حتى حاجه بالحساني ولكن رميتي دليتي ذاك الصوت عندك بطريقه شويه عاد الموسيقى عاد الارضيه كان واحد التابي كنشكر بزاف بعدا حميد الدوسي اللي فكر فيا، لان هذه الاغنيه ديجا عنده ما بغى يعطيها لتا واحد الا اختار صوت حاتم عمور اللي يديلو هذا رائعه. ماشي من باطل اكيد. صافي بليزير. بقات كلمه اخيره لجمهورك حاتم عمور. كلمه اخيره هي جمعه مباركه والله يدخلكم هذا النهار بالصحه والسلامه والرزق ان شاء الله. امين. وانا ما تنساوش انني كنحماق عليكم وهادشي كامل، وشكرا بزاف ليك بعدا ماشي انت واحد الانسان شكرا لك انت. كنفرح انني كنهضر معاك. خجل تواضعي. مرحبا الله يحفظك. وكنقول كاع لي فان ديال حاتم عمور الا سمحتي الباج فان ديالي سي facebook/حاتم عمور.net. مرحبا بكم، اي حاجه جديده راه غتلقاوها. واللي بغاك يمشي لك الموازين وي لهذا العام ان شاء الله كاين في لاسين ديال النهضه موازين. برافو منظمي، برافو منظمي. شكرا للالتفاته ديالهم. وي لان الفن العربي حتى الفن المغربي راه عربي وعطاونا قيمه هذا العام، وشكرا لكل برافو. تحيه لهم مسيو حسن النفاري وكل شيء اللي يعني كاع اللي مسهرين على موازين سي مسفر طبعا. وكان لنا لقاء وغتعرفوا ان شاء الله في كل شيء في لاباج فان. ميرسي بوكو. شكرا لك مره اخرى. بون ويكاند ونتمنى دائما تبقى متالق واكيد غتبقى متالق. الى اللقاء. قالوا فينك قول لي يا قالوا فينك، قالوا فينك قول لي يا قالوا فينك، لا 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 تكذب عليا لا لا نموت ونعرف قول لي يا قالوا فينك، قالوا فينك قول لي يا قالوا فينك، قالوا فينك قول لي يا قالوا فينك، لا 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 تكذب عليا لا لا نموت ونعرف قول لي يا قالوا فينك، انت كذاب انت كذاب انا ملي تبرك عليا من العذاب، انت كذاب انت كذاب انا ملي تبرك عليا من العذاب، قالوا فيك قول لي يا قالوا فينك، قالوا فيك قول لي يا قالوا فينك، لا 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 تكذب عليا لا لا نموت ونعرف قول لي يا قالوا فينك، قالوا ماشي معقول هذا الشي ماشي معقول، نتصل بيك وانت يا ديما مشغول، جوابك معروف معايا جوابك معروف، بزاف عليك تلعب عليا بزاف، انت كذاب انت كذاب انا ملي تبرك عليا من العذاب، انت كذاب انت كذاب انا ملي تبرك عليا من العذاب، قالوا فيك قول لي يا قالوا فينك، قالوا فيك قول لي يا قالوا فينك، لا 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 تكذب عليا لا لا نموت ونعرف قول لي يا قالوا فينك، قالوا فيك
تمشي وتفكرني وبلا ما تلقي. انت كذاب انت كذاب، انا ملي تبارك عليا من العذاب. انت كذاب انت كذاب، انا ملي تبارك عليا من العذاب. قالوا فيني قول لي يا قالوا